بتبدأ قصتنا مع مارينات وهي متأخرة على المدرسة، وعلشان كده بترفض تفطر الفطار اللي والدها توم حضره لها في المخبز. لما توم أصر يحضر لها الكرواسون للأكل في الطريق، مارينات اكتشفت إن والدها مستعد يوصلها المدرسة. هي رفضت عرضه وراحت تقابل والدتها سابين، واللي نصحتها تسمع لقلبها. مارينات بدأت تتخيل إنها بتحقق أحلامها، ووقعت قدام معرض جابرييل أجريست العظيم. قبل ما يوصل يشوف الفريق، سكرتيرته ناتالي وجهته للمعرض. الازدحام قدام المدرسة خلى مارينات متوترة، والقلق ده خلاها تخبط في كلوي الفتاة المتنمرة المشهورة وتبهدل جاكيتتها بالقهوة. كلوي صرخت في مارينات، لكنها غيرت طريقتها لما شافت زميلة ليها جابت الكاميرا. كلوي وصفت الجاكيت إنه عادي وادعت إنها صديقة مارينات. آليا صاحبة مارينات بعد ما أنقذتها من غضب كلوي، ورغم إن مارينات بتسبب كوارث طول الوقت، آليا بتشجعها علشان بتحب فشل صاحبتها الجديدة، وفضلت تلح عليها علشان تكملها. في الوقت ده جابرييل كان حزين وهو بيفتكر زوجته المتوفية إيميلي، وكان بيتمنى يشوف مجرد لمحة منها وهي لابسة فستان من تصميمه. اللحظة دي رجعته يفتكر قطعة أثرية غريبة حتى بالنسبة لخبير. كان يوم طويل على مارينات، وكل اللي في المدرسة عندهم كلام عليها، وده زود توترها وهي ماشية ناحية دولابها. كلوي ظهرت تاني علشان تنتقم من اللي عملته مارينات بجاكيتتها اللي من تصميم جابرييل أجريس، لكن مارينات هربت منها ودخلت المكتبة. تأملاتها اتقطعت بظهور أدريان وهلها حضوره لدرجة إنها فضلت مركزة عليه وهي بتحاول تشوفه كويس. وقعت من على الترول الكتب، وأدريان عرض عليها المساعدة قبل ما يمشي. ناتالي شرحت لجابرييل جدول اليوم اللي بعده وفكرته بالعشاء مع ابنه أدريان، لكن جابرييل أصر إنه يشتغل لوحده. ناتالي قالت له إن أدريان محتاج يقضي وقت أكتر معاه، لكن جابرييل طلب منها تركز في شغلها. السكرتيرة اعتذرت لأدريان، لكن الولد عارف النظام وعارف إن أبوه مشغول، وقرر يخرج لوحده ويروح المسرح. وهناك كان بيفكر في والدته المتوفية. رجع للواقع لما لقى ورقة قديمة وعلق عليها وقال كل سنة وانت طيبة يا أمي. في نفس الوقت جابرييل كان بيبص على صورة لإيميلي وافتكر إن نورو قال له إن الليدي باج وكات نوار هما اللي يقدروا يرجعوا مراته، وده ممكن يحصل بس في وقت الفوضى. جابرييل قرر يستدعي الفوضى والظلام علشان يرجع مراته، وده من خلال تركيب القطعة الغريبة في ياقة البدلة. واين فو حس بالخطر فقرر يطلق حجرين سحريين يقدروا يوقعوا الشر اللي رجع، لكن الحجارة دي لازم تشتغل مع بعض مش لوحدها. من ناحية تانية كلوي لسه بتضايق مارينات وبتحاول تكلمها، لكن مارينات خجولة وهربت تاني وسببت فوضى تانية في الطريق. واين فو وهو بيحاول يمسك الأحجار لقى نفسه في نص الطريق قدام العربيات الجاية. مارينات أنقذته من حادث، وواين فو اختار المراهقة دي إنها هي اللي هتنقذ العالم من الفوضى اللي جاية. مارينات اعتقدت إنه مجنون وهربت تاني. كلوي كانت مصممة تلاقي مارينات فبدأت تطاردها هي وصاحبتها صابرينا. مارينات وهي بتحاول تهرب وقعت على صندوق خشبي، لكن صابرينا غطت عليها. مارينات وقعت في ورطة تانية لما دخلت مخبأ واين فو بالغلط. أما أدريان فلقى قط بري في أوضته، وبعد ما القطة مشيت لقى واحد من الأحجار السحرية وهو الكات نوار ميراكولوس. في الوقت نفسه الفراشات السوداء استولت على رجل مكسور من خطيبته واستغلت غضبه وحولته إلى وحش طائر اسمه جارجويل. مارينات اندهشت من الأشياء اللي في الأوضة لدرجة إنها سمحت للحجر السحري إنه يلمس بشرتها، لكن اندهاشها اتقطع لما قابلت تيكي القوامي بتاع الخلق. تيكي شرحت لمارينات مهمتها كسيدة الحظ، لكن مارينات رفضت. تيكي حاولت تشرح ليها بطريقة تانية، لكن مارينات فضلت رافضة. الوقت كان ضيق فتيكي حولت مارينات للليدي باج. الحجر السحري بيجر مارينات لنوتردام علشان بتحتاج أدريان اللي تحول بالكامل لقط نوار بقوة التدمير. أدريان حذر مارينات إنها ترجع البيت وهو بيهدم حاجات في المتحف، وسمى نفسه البطل الجديد للمدينة، وكان بيتفاخر بنيته إنه ينقذ العالم. بدأوا يتجادلوا، لكن قط نوار كان مصر إن الليدي باج تتبع قيادته. قط نوار بدأ يتفاخر بقوته اللي مش موجودة أصلاً، متجاهل تحذير الليدي باج من وجود الجارجويل. أول ما قط نوار لاحظ الجارجويل طلب من الليدي باج إنها تجري بأقصى سرعة، لكن الجارجويل قدر يمسك قط نوار وطار بعيد عن نوتردام. الليدي باج تبعته بمساعدة الحجر السحري بتاعها،
والناس اللي بره نوتردام بدأوا يصوروا فيديوهات، وآليا كالعادة كانت مستعدة إنها تنقل الأحداث المباشرة، وده خلى الناس يطلقوا على الليدي باج لقب بطلة. الأمور اتدهورت لما الجارجويل عمل فوضى في محطة المترو باسي. الليدي باج استقبلت إشارات من البوصلة السحرية وأنقذت قط نوار من الخطر. الجارجويل اتصدم بالقطار ورجع لشخصيته القديمة. قط نوار والليدي باج شافوا أكوما طاير في السماء، وعينفو قابلهم وهدفه إنه يشرح ليهم مين هم فعلا، وقال لهم إنهم لازم يهزموا هوكموث واللي بيحول كل الكراهية والغضب في العالم لوحوش، وإنهم لازم يمسكوا الأكوما. الحارس القديم حذرهم إنهم لازم يشتغلوا مع بعض وإلا مش هيقدروا يهزموا هوكموث. مارينات رجعت البيت بسرعة علشان تلحق العشاء، ولحسن حظها دخلت أوضتها قبل ما والدها يجي يدور عليها. تيكي أشادت لمارينات لأنها أنقذت العالم، وطمنت مارينات إنها هتنجح أكتر المرة الجاية، لكن المراهقة كانت خايفة تعمل أي حاجة تاني. أدريان رجع البيت وهو بيفكر في مقابلته مع مارينات، لكن القوامي بلاك قطع لحظات الهدوء بتاعته. بلاك جاب قطعة جبنة متعفنة وخلى الأوضة كلها ريحتها وحشة. أدريان بدأ يتكلم عن مارينات وطريقتها الرائعة في إنقاذه، وبان إنه وقع في حبها. بلاك قال إن النصين مع بعض بيبقوا أقوى. مارينات شايفة إن كل حاجة فشلت فرمت الحجر السحري من الشباك، لكن تيكي لقت طريقة علشان ترجع الأوضة تاني. مارينات قررت تقفل القوامي في صندوقها، وكالعادة تيكي لقت طريقة للخروج. القوامي قالت للمراهقة إنها المختارة وإن مفيش رجوع في الكلام. مارينات قررت إنها تسيب كل حاجة وطلبت من القوامي إنها تسيبها في حالها. جابرييل بيصحى على خبط ناتالي. نورا حذرته إنه لازم يوقف وإلا هيخسر كل حاجة، لكن جابرييل كان مصر إنه يرجع مراته. هوكموث كان على وشك إنه يسبب فوضى في العالم. في طريقهم للملاهي مارينات كانت بتمثل إنها مش عارفة حاجة عن هجوم الجني لما آليا حكت لها عن الحادثة. آليا عرضت على صاحبتها الجديدة الصورة اللي صورتها في الحادثة، لكن مارينات رفضت فكرة إن الليدي باج وكات نوار يكونوا كابل. في الوقت ده كانت الفوضى ضربت المدينة. هوكموث أطلق الرعب في كل حتة. ساحرة وممثل صامت سرقوا بنك وهاجموا الشرطة، والأخبار اتنشرت في كل مكان. حتى توم وسابين شافوا الأخبار. توم قرر يراقب مارينات في الملاهي وهو متنكر في زي مهرج ومعاه بالونات. في الملاهي آليا ومارينات قابلوا نينو وأدريان. آليا اقترحت إنهم يروحوا لعبة القطار السريع وكلهم وافقوا. نينو راح مع آليا وسابوا مارينات وأدريان لوحدهم من غير ما يعرفوا إن توم كان واقف جنبهم مستخبي بالبالونات. مارينات بدأت تتكلم عن مخبز والدها وقالت إن توم أحسن حد، ولدهشته عرضت على أدريان ماكرونز وحقيبتها وقعت واتفتحت. أدريان لاحظ دفتر رسوماتها وامتدحه بإخلاص. توم أخيرا كشف عن نفسه وده خلى مارينات في قمة الإحراج. أدريان استقبل مكالمة من جابرييل واللي طلب منه يسيب الملاهي ويرجع البيت فورا. الفوضى اللي كان هوكموث مستنيها أخيرا حصلت. الأشرار دخلوا مدينة الملاهي وبدأوا يخربوا كل حاجة، وعلشان تلفت انتباه الليدي باج وقط نوار لحماية الناس اللي بتحبهم، مارينات بتواجه مخاوفها وبتقبل تيكي مرة تانية. بتتحول لليدي باج وقط نوار بينضموا ليها بالمعركة. السحرة المسحورين بيخوفوا الناس في الملاهي بتعطلهم للأمور العادية. لما أدركوا إن قوتهم بتشتغل أقوى مع بعض، الليدي باج وقط نوار بيفضلوا جنب بعض علشان يمسكوا الأقوامة والسحرة. بيفجروا الوحش الهوائي وبيبعتوا الساحر جوه. بجمع كل قوتهم الليدي باج وقط نوار بيوقفوا القطار السريع وبيعطلوا عجلات متحف اللوفر. الأقوامة بتغادر العقول وهوكموث بيظهر وبيوجه تحذير صارم إنه مش هيرحمهم المرة الجاية. في النهاية الليدي باج بتمسك الأقوامة وبتحررهم. الناس بيشيدوا بالليدي باج وقط نوار لأنهم قبضوا على اللصوص المرعبين في المدينة. المعركة بتستمر لحد ما بيمسكوا كل الوحوش المسحورة اللي بعتهم جابرييل، وده بيزود غضب جابرييل أكتر. في الوقت ده أدريان ومارينات بيتقربوا من بعض في المدرسة مع آليا ونينو. مارينات بتقول لآليا إنها هتطلب من أدريان يروح معاها الحفلة اللي جاية. كلوي عندها رأي إن أدريان هيجي معاها، لكن مارينات بتسكتها بسرعة. في البيت مارينات بتحكي لتيكي عن خطتها إنها تطلب من أدريان يروح معاها الحفلة. تيكي لسه مصدقة إن هوكموث لسه موجود وإنهم بس في هدوء ما قبل العاصفة. جه وقت القتال تاني والليدي باج بتروح تقابل قط نوار. المفاجأة إن قط نوار المتردد بيجي وبياخد الليدي باج للمسرح المهجور اللي كان ملك لوالدته إيميلي. قط نوار بيعزف على البيانو للليدي باج وبيعترف ليها بمشاعره، لكن الليدي باج بترفض مشاعره وبتقول إنها بتحب حد تاني. قط نوار بيطلب منها تديله فرصة وإن المشاعر هتنمو مع الوقت. رغم إنها بتسيبه بتعتذرله. قط نوار بيتحول لأدريان واللي بيكون حزين بعد رفضها. بيرجع البيت وبيقابل جابرييل الغريب اللي بيسأله عن مكانه، وده
بيزود غضب أدريان لدرجة إنه بيزعق لوالده. في المدرسة مارينيت بتحاول تجمع شجاعتها وتطلب من أدريان إنه يروح معاها الحفلة. بتاخد نصيحة تيكي إنها تتبع قلبها وبتطلب منه يكون شريكها في الحفلة. لدهشتها بيرفض طلبها وبيقول لها إن في حد تاني في حياته. جابرييل كان مش صبور علشان يشوف مراته، وده كان السبب إنه قرر ينضم ليها. بيتحول لهوكموث وبيأمر الأكومة الأخيرة إنها تسيطر عليه. معركة النهاية بين هوكموث والأبطال بدأت والمدينة اتملت بالفوضى مع اقتراب هوكموث. فورا مارينيت بتتحول للليدي باج، لكن كوتونوار مش موجود. أدريان كان في أوضته مكتئب ومتجاهل نداء بلاك. الوضع بقى صعب جدا على الليدي باج إنها تحارب لوحدها، وبلاك بيحس أدريان إنه يعمل المطلوب قبل فوات الأوان. المراهق بيتحول لكوتونوار وبينطلق علشان ينقذ الليدي باج. بيتجاهل تحذيرها إنهم لازم يتقاتلوا مع بعض، وده بيوقعه في مشكلة. هوكموث كان قوي جدا علشان كوتونوار يهزمه لوحده. برج إيفل بينهار وكوتونوار بيفقد قوته قبل ما يقع في البحر. الليدي باج بتنط علشان تنقذه، لكن كوتونوار كان ضعيف جدا علشان يستعيد قوته في الحال. هوكموث بيهاجم الليدي باج وبيسلبها من تيكي. بيحاول ياخد بلاك من كوتونوار، لكن مارينيت بتتدخل وبتنقذه. هوكموث بيكتشف إن ابنه هو اللي اتحول لكوتونوار، وده بيخليه يتخلى عن رغبته في إنه يرجع إيميلي. بيرجع لحالته الطبيعية وبيقول لابنه إن كل اللي عمله كان علشان يرجع إيميلي. الأب والابن بيتصالحوا، وده بيبين إن الحب أقوى من الموت. الليدي باج بتوجه كلامها للجمهور المتأثر وبتطمنهم إن باريس هترجع آمنة تاني. بترجع الأمور لطبيعتها في المدينة وسط فرحة الناس، والحفلة بتحمل أجمل مشهد لما مارينيت بتكشف عن نفسها الحقيقية لأدريان. وبينتهي الأنيميشن برقصة مليانة حب. لكن القصة ما بتنتهيش هنا. جابرييل بيكشف لناتاليا عن المكان اللي دفن فيه مراته بدون قلق في مكان تحت الأرض. وهنا قصتنا بتنتهي. أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم قوي. باي باي.